السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد الفطائر هادو تيجيو لذاذين وزوينين بحشوه سهله واقتصاديه، وحتى الطريقه باش كنوجدوهم حتى هي سهله ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. خليكم معايا تشوفوا الطريقه والمقادير. العجينه كنحتاجوا الدقيق الابيض يكون نوع ممتاز، وشويه ديال الدقيق الفينو يعني سبيسيال، واحد شويه ديال الملحه، خميره حبيبات اولا الخميره الفوريه، واحد المعلقه ديال السكر سنيده ممكن تعوضوها بالعسل الا بغيتوش ديروا السكر. بالنسبه للدقيق هنايا عندي 600 غرام ديال الدقيق و100 غرام ديال سبيسيال ديال الفينو، وغادي نزيدوا معلقه ديال الخل، معلقه ديال الخل، وغناخذوا واحد 2 معالق كبار ديال زيت المائده، ممكن ديروا زيت الزيتون 2. انا المعلقه عندي ديال الديسير ماشي كبيره، درت 3. هنا غنحتاجو وفي التالي تنعجنوا العجينه غنحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال الزبده والماء باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا. بسم الله. غادي نجمع العجينه ديالي غير بالماء عادي، الا كان الجو سخون غير الماء عادي، الا كان الجو بارد غادي ديروا بشويه ديال الماء يكون دافي شويه. غادي نجمع العجينه ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما عجنت العجينه نتوما كتشوفوا كي جات مطلوقه كرطبه. غادي ناخذ ديك المعلقه ديال الزبده اللي قلت لكم، غادي نطلقها مع العجينه، نهكا عليها الوجه وندخلها في العجينه حتى تشربها كامله هكا. شتي كتولي العجينه. وغادي نجمع العجينه ديالي في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح. الحشوه كنحتاجو عندي لي زيبينار، الشعريه الصينيه، عندي في العطريه شويه ديال الابزار، شويه الخرقوم، شويه السكنجبير، والعطريه ديال الديك الرومي اولا لادانك. عندي هنا كميه ديال الصدر ديال البيبي مقطع اولا الديك الرومي، واحد الريز ديال الثومه، شويه ديال البصله خضريه. هنايا عندي الملحه، زيت الزيتون وزيت المائده، والهريسه عندي هنايا اختياريه، ومازال غادي نضيف المعدنوس في الاخير. غادي ندير شويه ديال الزيت هنا على لي زيبينار ونردهم فوق البوطه ينزلوا شويه ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما لي زيبينار نزلوا حطيتهم هنا على جنب، وغادي نضيف لادانت والتوابل اللي عندي، والبصله، نزيد شويه ديال الملحه ونضيف الهريسه. غادي ندير انا غير القياس هكا. غادي ناخذ هنايا داك الضريس ديال الثومه غادي نزيدو، غادي نرجع الكل فوق النار حتى يطيبوا مزيان وتنزل البصله وطيب لادانت وغنرجع معكم. هنايا راني درت الشعريه في الماء طايب، نزل نتلاقى معكم فاش نبغيو نعمروا الحشوه. هنا كما كتشوفوا معايا ذوبت الزبده وزدت عليها مايزينا باش غادي نورق العجينه ديالي. غادي نجيب العجينه نورقها ونرجع معكم.
هنا كما كتشوفوا معايا طلقت العجينه. كناخذ الزبده والمايزينا كيوليو على شكل بوماد وكندهن بهم بحال هكا. كندير غير شويه الزيت في يديا لان انا ما زدتش الزيت مع الزبده، ولا بغيتو تزيدوا الزيت مع الزبده ممكن. غادي نطويها هكا على 4. غادي نطوي الطرف على طرف، نحطها على جنب ونطلق وحده اخرى ونرجع معكم. هنا من بعد ما طلقت الكره ديال العجينه بنفس الطريقه ديال الاولى، درت العجينه الاولى حطيتها في الوسط هنا وغادي نعاود نلف عليها هذه. غادي ننزلها على جنب ونعاود نطلق الكره اللي بقات لي. هنايا بالنسبه للعجينه خرجت منها 8 د الكرات، كل 8 جمعتهم في جوج، يعني ولاو عندي هنايا 4 ديال القطع بحال هكا. هنا كما كتشوفوا معايا انا بديت كنعمر. كتسرحوا العجينه بحال هكا، كتجيبوا الفرomاج الا بغيتو ديروه، ما بغيتوش تستغناو عليه. الا كان متوفر ديروه، ما كانش بلاش. عندي هنايا الموتزاريلا كنجيبها في الاول هكا لتحت، هنا في الوسط ديال العجينه. في الوسط. وكناخذ الحشوه هنايا، انا ضفت لها الشعريه هنا في الوسط، كلشي في الوسط كنجيبو هكا وعاد كنجر للفوق الجوانب ها هكا. كنجيب عاوتاني شويه ديال الفرomاج مره اخرى، كندير الفوق غير شويه لان راه درت بزاف من التحت، غير شويه وكنسد. كناخذ الجهه التحتانيه هكا نجبدها عندي ونجيبها للفوقانيه هكا، ونسد على الحشوه ونسد من الجهه الاخرى من هنا هكا. وكنجيب الجهه الثانيه كنعاود نقلبها هنا هكا ونسد هكا. هاد الطريف اللي كيبقى لي من هنايا كنديرو من التحت، كنحشيه من التحت بحال هكا. فاش كنديرها في الطبسيل غادي نهزها ونديرها في الطبسيل ونصوب الثانيه. هنا كما كتشوفوا معايا كندير الزيت في الاول وكنطلق العجينه، ودائما الجهه الوجه كنديرو هو التحتاني. انا راه وحده صوبتها ونسيت ودرت لها وجهها الفوق، ملي جيت نلويها صدق لي الوجه لتحت، الوجه الفوق والتحتاني هو الظهر، يعني باش ما كتجيش العجينه كتجي كلها بحال من التحت، كيجيوش فيها التنيات. انا نوريها لكم. هنا كناخذ شويه ديال الزبده اللي بقات بحال هكا وكنحاول ندهن بها مع شويه ديال الزيت. غادي ناخذ الفرomاج مره اخرى وندير الفرomاج في الوسط
ممكن تستغناو على الفرماج كما قلت لكم هكا. وبنفس الطريقه غادي نجمعها ونرجع معكم. هنا دهنت لهم وجههم بالبيض ورشيت لهم على الوجه شويه ديال البافون والزنجله الابيض. الا كانوا متوفرين، ما كانش متوفرين ممكن تستغناو عليهم، ديروا هي البيض. خديت واحد السكين غادي نشرط لهم الوجه بحال هكا. ممكن تشرطوا، انا شرط هادو مايلين وشرط الاخرين بطريقه واحده اخرى هكا. هذه هي اللي قلت لكم انني خدمتها على الظهر، نسيت وما قلبتهاش. هي هذه غادي نديرها هكا. غادي ندخلهم للفران يطيبوا. شتيو حيت خدمتها على الظهر كيف جات هنا كتقطع. غادي ندخلهم للفران يطيبوا على درجه حراره 180 ومنين يطيبوا ان شاء الله نرجع معكم. كما كتشوفوا معايا هنايا من بعد ما طابوا خرجتهم من الفران جاو على هذا الشكل هكا. غادي نقطعهم لقطع. هانتوما كيفاش كيجيو، كتجي الورقه ديالهم الحشوه كتجي مورقه الورقه العجينه. اقتراح اليوم كان هو هذا. هذه قطعتهم، درت لهم شريطات مائلين، غادي نقطعهم حتى هما مايلين. الاقتراح ديال اليوم كان هو هذا. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.